بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهارده هنتكلموا في موضوع مهم جدا، موضوع قانون الأسرة. يمكن تردد على ذهني مقولة الأستاذة ليلى عبد اللطيف، آه، إن مفيش بنت تحلم إنها تتجوز. الكلام ده على مصر يا جماعة. في خطط بتتعمل كبيرة أوي أوي أوي، خطط كبيرة لوقوع مصر من الداخل. وعشان تقع مصر من الداخل لازم قوانين الأسرة تتغير ويحصل رجة في الأسرة المصرية. هم المستفيدين بيها. طيب هل القانون ده يفيد هيفيد مين؟ هيفيد الشاب ولا هيفيد؟ يعني القانون ضد الشاب ان هو يتجوز الفتاة المصرية، يطفشوا الشاب من بلده يروح يتجوز بره. والأسر المصرية، البنت المصرية داخل، طبعا انتوا عارفين ان في أزمة كبيرة آه، في الجواز في مصر. فده ضد الفتاة. والناس اللي بتطلع اللي ما عندهاش حكمة ولا بعد نظر، السيدات اللي طالعة فرحانة بقول لك هناخدوا حقنا هناخدوا حقنا. عيب، عيب، عيب عليكم لما تقولوا كده. آه، الشاب ده الرجل ده أب وأخ وابن، ما يتحاربش ابدا، ما يتحاربش. ويمكن الحكماء بتوع الاسر لازم يفهموا كده كويس. الحاجات دي هم يعني بيدبروها من الخارج عشان يوقعوا الاسر المصريه من الداخل. طبعا وكل اسره لها حاكم، وكل اسره لها ناس على قدر كبير من الحكمه. هم مش فاهمين الحتت دي، بس احنا كأسر وكمصريين فاهمين جدا. أرجو مساعدة الشاب لجواز الفتاة المصرية. حتى لو في مليون قانون، احنا كحكماء أسر نقف كلنا ونجوز البنت ونجوز الشاب، ونوجد لهم مليون سبب ومليون حل لجواز الفتاة المصرية. ده ضد جواز الفتاة المصرية لتطفيش الشباب المصري بره، يطلع بره، يبقى نسل البنت المصرية يتوقف.